السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كما وعدناكم بيوم حقل جديد. إن شاء الله موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن الخدمة الشتوية اللي هتتم على أشجار الكاكا خلال هذه الأيام. طبعا احنا النهاردة 14/1/2024. هنتكلم طبعا عن العمليات اللي هي ممكن اللي احنا هنقوم بيها خلال هذه الأيام لأشجار الكاكا. طبعا أشجار الكاكا زي ما انتم شايفين أشجار متساقطة الأوراق تماما. بتوجع اوراقها في نهايه فصل الشتاء بعد جمع المحصول. طبعا الاشجار حاليا بتكون اشجار البراعم ساكنه. بتقوم عمليه تفتيح البراعم في حوالي اواخر شهر 2. بتقوم بعمليه تخدير اشجار الكاكا وبدايه خروج الاوراق والثمار. طبعا قبل هذه العمليه طبعا في بعض العمليات اللي احنا هنقوم بيها على هيكل الاشجار. ايه هي العمليات اللي احنا هنقوم بيها؟ طبعا المفروض زي ما حضراتكم ملاحظين معايا هنا في الاشنه موجوده على الاشجار، او بالعاميه زي ابائنا واخواتنا قديما بيقولوا نسبه الخضار على الاشجار. ازاي طبعا انا هقدر اتخلص من هذه الاشنه او الخضار الموجود على الاخشاب او على اشجار الكاكا؟ طبعا هنا احنا بنقوم ببعض العمليات. طبعا المفروض ان احنا هنرش المركبات النحاسيه. في بعض المزارعين كانت بتفضل رش سكلور النحاس بمعدل 2.5 كيلو كل 600 لتر مياه. انما احنا عن التجارب الشخصيه اللي احنا قمنا بيها والنتائج المرضيه اللي هي بانت قدامنا او نتائجها كانت نتائج عاليه، احنا استخدمنا كبريتات النحاس اللي هي بالعرب موجوده في السوق، متواجده في السوق المصري ومتواجده في السوق العالمي. طبعا كبريتات النحاس اللي هي الجنزاره. طبعا هنا انا بفضل ان احنا نحط معدل 500 جرام لكل 600 رتل مياه. بنحاول نضيف معاهم حوالي 5 كيلو جرام كبريت قابل للبلل، متواجد في السوق المصري، متواجد في جميع الاسواق. طبعا شكاير 5 كيلو وشكاير 45 كيلو. طبعا انا بفضل الشكاره 5 كيلو لانها هتكون على معدل الملوى، يعني ما فيش بهدله شويه بالنسبه للمزارع. تاني هام طبعا هنكون بعمليات الرش. طبعا المفروض ان احنا هنكون بعمليه غسيل الاخشاب. غسيل يكون غسيل جيد، يعني الفدان ممكن ياخد معه حوالي 7 ل 8 ملوات حسب العامل القائم بالرش وحسب الاله او الموتور المستخدم في عمليات الرش. اهم شيء في هذه العمليه طبعا ان يكون في جلاب جيد جدا لمزج هذه المركبات مع بعضها. طبعا بعد حوالي 15 يوم من رش هذه المركبات النحاسيه، طبعا هنكون من هنا الاشنه ان شاء الله باذن الله هتكون اختفت تماما، يكون معايا الاخشاب نضفت خالص من هذه الاشنه. بعد ذلك بنفضل رش الزيوت المعدنيه بمعدل 6 كيلو ل 8 كيلو لكل 600 رتل مياه. طبعا هرش الزيوت ليه؟ لان الزيوت معايا هنا لو في اثار القطنيه او البق الصوفي موجود على الاخشاب، طبعا احنا هنا كده هنكون قاضيين عليه. تاني هام الزيوت معاها هتكون معايا بعمل طريان او مشان العصاره في الاخشاب، لان زي حضراتكم شايفين الكاكا سهله الكسر. بعد هذه العمليات طبعا دي العمليات اللي احنا هنقوم بيها على الاشجار او على الشجره نفسها. طبعا هناك بعض العمليات الاخرى اللي هنقوم بها خلال هذه العمليات. مفروض في عمليه التسبيخ او اضافه السماد العضوي. طبعا السماد العضوي انا بفضل اضافته هنا في الكاكا او في اشجار الكاكا. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاشجار هنا متناسقه في المساحات على معدل 4 متر ونص ب 4 متر. بقوم انا بعمل جوره حوالي 50 سم في 50 سم. العمق مش اشكال يكون العمق عالي، ممكن يكون العمق معايا 15 سم 20 سم حسب الفلاح او حسب امكانيات المزارع. طبعا الجوره ديت هنسبخ ازاي فيها او هنحط فيها ازاي السماد العضوي. طبعا احنا اتكلمنا في الفيديوهات السابقه ازاي اللي انا هضيف او اصنع سماد عضوي مميز خالي من بذور الحشائش والنيماتوده، وطبعا شرحناه في الفيديوهات السابقه موجود على الصفحه، يمكنكم متابعه هذه الفيديوهات. تاني هام طبعا هقوم باضافه معدل فدان شكاره كبريت قابل للبلل. طبعا هنجيب الكبريت مع السباخ معدل هنا حوالي 10 متر مكعب سماد بلدي محلل. هنضيف عليهم الكبريت شكاره كبريت. طبعا هنلاقيهم بنضيف الكبريت عشان يسرع معايا من عمليه التحلل للسماد العضوي. بعد ذلك بنضيف معاهم حوالي شكاره سلفات او شكاره كيماوي لوريا 50 كيلو.
بتخلط معاهم. بعد ذلك اذا امكن للمزارع او الفلاح التسميد البوتاسيوم بنصح بيه برضك. لو في استطاعه ان انا اقدر احط بوتاسيومات خلال هذه الفتره، انا مش عايز كميه كتيره، انا عايز بس لو شكاره 25 كيلو سماد بوتاسيوم 6 6 43 تكون حاجه محترمه وشركه محترمه. لو شكاره واحده كفايه معايا اللي انا خلطت على هذا المخلوط. طبعا هقوم هنا بخلط هذه مع الكميات خلط جيد، وهنقوم بوضع لكل شيره حوالي مقطف او غلق حسب كل مزارع. عندنا بيسمي، احنا هنا بيسموا الغلق، في اماكن تانية بيسموه المقطف. هناخد مقطف او غلق لكل جوره من هذه الجوره. طبعا هنا الشيره المفروض ان انا هلعب على بحر الشيره حوالي 80 سم. من بعد ال 80 سم هنعمل الجوره، بحيث لو في شيره هنا وشيره هنا يبقى هنعمل جوره هنا وجوره هنا، هتخدم معايا الشيره من هنا ومن هنا من الجهتين. نفس الوضع في الخط الثاني عشان ما نكلفش عدد جور كتير. طبعا هذه العمليات طبعا احنا المفروض ان احنا هنسمد ازاي السماد العضوي الصح اهو. تمام. تاني حاجه المفروض بنضيف الجبس الزراعي. الجبس الزراعي بيضاف حسب معدلات ارتفاع البي اتش في التربه. طبعا كل ما زاد معدل البي اتش او تخطى 8 8 ونص بنحاول نضيف احنا من 3 طن ل 4 طن جبس زراعي. فانا بفضل طبعا عشان التكلفه اللي احنا نضيف حوالي من طن ونص ل 2 طن للفدان. اذا امكن للمزارع ان هو يقدر يزود في الجبس الزراعي مفيش مشكله، هنضيف الجبس الزراعي. طبعا المفروض ان احنا هنسمد السوبر فوسفات او السوبر الناعم، متواجد طبعا بصور كتيره في السوق. دي طبعا بنضيف حوالي الفدان من 6 شكاير ل 8 شكاير سوبر فوسفات. انا اهم شيء اللي انا عايز وحدات فوسفوريه معينه، لان كل فدان او كل شجره لها نسب معينه من الفوسفور المفروض ان هي محتاجاها عشان تدي معايا عمليه الاسمار والتزهير. طبعا انا العمليات دي كلها بقوم بها الخدمه الشتويه، بقوم بها ليه برضك؟ عشان ادفع الشجره في اثناء دخول الموسم، لان تكون الشجره مستعديه للنمو الخضري والنمو الثمري. طبعا العمليات ديت طبعا المفروض ان احنا هنقوم بها خلال هذه الايام. طبعا بالنسبه للنماتوده، النماتوده لها دورتين نشاط، دوره في شهر 3 ودوره في شهر 7. في بعض الاخوه بتفضل المواد السائله، في بعض الاخوه بتفضل البودر. طبعا لو كانت البودر معدل الفدان حوالي 10 كيلو، دي النسب الصحيحه المفروض تتحط للفدان. ماده البيروبيرفوس دي معروفه وموجوده في السوق. والمواد السائله طبعا المفروض لوكزوماين دي بالصوره الكتيره او المتواجد كثيرا في السوق 24%، انما المحبب او البودر بيكون 10%. طبعا ديت بنقوم باضافه النماتوده لو ما كناش قمنا بها خلال العام الماضي، ممكن ان انا اضيفها السنه دي في الاراضي السمراء، وممكن ان انا هضيف نماتوده افوت سنه في الاراضي السمراء واضيفها سنه وسنه. انما في الاراضي الرمليه بفضل اضافه، او الاراضي الصحراويه بفضل اضافه النماتوده سنويا. تاني هام هنتكلم عنه طبعا في بعض العمليات الرش او التجهيزات الاخرى قبل عمليات التسيير او تفتيح البراعم للاشجار. طبعا دي بنقوم بيها في شهر اواخر شهر 2 هنكون بالرشه ديت ان شاء الله. وهنحاول بردك واحنا بالرش هنحاول نبين لحضراتكم ايه هي المركبات المستخدمه والنسب والتركيزات والمواعيد ان شاء الله. وطبعا هحاول اسال سؤال بسيط جدا، دوره النشاط النماتوده في الاراضي الرمليه اسرع ام الاراضي الطينيه اسرع؟ ومستني جوابكم ان شاء الله في استفسارات باذن الله وتعليقاتكم. وما تنسوش الاشتراك ودعمي في قناتي، قناه يوب مهندس حميده حجاج. وان شاء الله نلقاكم في موعد اخر باذن الله وحلقه جديده باذن الله. انتظرونا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.